صل على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال اللي دايما بيجيلي، أنا عندي علف، أعمل تركيبة علف ولا أشتري جاهز؟ طب ابعت لي تركيبة علف 16%، طب أنا عايز تركيبة علف 14%. ناس بتبعت وناس بترن وناس بتتصل. أكتر سؤال بيجي إن شاء الله النهاردة هنقول لكم تركيبة علف يتراوح البروتين بتاعها من 16 ل 17% بروتين. طب هل انا هقول لك التدريبه اللي انا هديك الخامات وهقول لك الكميه وهقول لك كل حاجه؟ هل لما انا اقول لك التدريبه ديت الناس التانية او التدريبات التانية وحشه؟ طبعا مفيش الكلام ده، واللي يقول لك مفيش غير التدريبه ديت ومفيش غير الخلطه ديت يبقى بيشتغلك. انا ممكن في خلطه تمشي مع عجولي ما تمشيش مع عجولك انت، بس طبعا اهم حاجه في الاخر الخلطه اللي هتديني تحويل، والخلطه اللي هتديني جوده لحم، والخلطة اللي هتوفر معايا في السعر شوية. فزي ما تركيبتي حلوة وشغالة معايا ممكن ما تبقاش حلوة وشغالة معاك، زي ما تركيبتك حلوة معاك ممكن ما تبقاش حلوة معايا. فهي في الآخر اجتهادات وآراء، وكل واحد شغال بطريقة وكل واحد شغال بمدرسة مختلفة عن التاني خالص. خلينا الأول تعالوا أوريكم الخامات اللي احنا بنشتغل فيها. طبعا الردة زي ما انتم شايفين اهي، ومعانا الذرة برضو. الذرة يا جماعة دي ذرة صفرة، لازم تكون مدشوشة زي ما انت شايف كده، ما ينفعش تكون حب، لازم تكون الذرة ناعمة. معانا طبعا الصويا ما شاء الله عليها 46%، حاجة محترمة بفضل الله، ريحتها حاجة ما شاء الله عليها. معانا طبعا تاني معانا البذرة، حاجة ما شاء الله، بذرة قطن ما شاء الله، حاجة محترمة. معانا طبعا حاجة تانية، معانا حتة الفول البلدي، حتة الفول ما شاء الله عليه في العلفة في جودة اللحم. أهم حاجة معانا بقى بعد كده معانا الإضافات. حضرتك الإضافات أهم العلفة ذات نفسها. الإضافات بقى سواء فيتامينات سواء خماير سواء ملح طعام. معانا طبعا بودرة البلاط، دي كلها حاجات لازم تضيفها. ومعانا برضو حاجة كده، حاجة تركاية كده من عندنا كده ايه، اقول لكم عليها في اخر الفيديو شوية حاجات كده. خلينا بقى بالمكونات. اول حاجة معانا دي تركيبة الطين يا جماعة اللي انا هقولها لكم، دي تركيبة الطين. معانا 450 ذرة صفراء، معانا 250 ردة، معانا 150 صويا، معانا 100 حتة فول، ومعانا 50 بذرة قطن. يا تجيب ورقة وقلم وتكتب يا تحفظ الفيديو عندك. زي ما انا قلت لك 450 ذرة، 250 ردة، 150 صويا، 100 حتة فول، 50 بذرة قطن، 10 بودرة بلاط، 10 ملح طعام، بجانب الإضافات. ومعانا بقى حاجة تاني كده أنا بضيفها على العلفة بتاعتي، معانا ده توم باودر. طب إيه فايدة التوم الباودر معايا؟ التوم الباودر معايا بيطرد الديدان، بيخلي الريحة نفاذة في الأوضة في العلف، عشان لو في صراصير أو في حشرات بتطلع بيفتح معايا الشهية. معانا برضو ده بصل باودر، الكمية يا جماعة ده نص وده نص، كل حاجة نص. البصل الباودر برضو عشان الريحة وعشان يفتح الشهية معايا وعشان يحسن معايا الهضم. ومعانا بقى حاجة تانية، دي حلبة حصى أنا جايبها وطحنتها، ده طبعا كيلو يعني بنسبة 1%. الحلبة بتزود معايا الإنتاج، لو في لبن بتزود إنتاج اللبن، بتساعد نشاط الكرش، بتفتح الشهية. دي كلها حاجات إن شاء الله خلطة 10 على 10 تمشي معاك. وفي الآخر ما تنساش تصلي على حبيبك النبي.